مستمرين معاك في متابعة المسلسل السوري اللبناني ستيلتو أو جنايات صغيرة. بس قبل ما أبدأ معاكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب أو اشتراك في القناة لو مش مشتركين. يلا بينا نشوف الأحداث الجديدة. كانت في بيت فلك وبتقول لها انتي لو مكاني هتعملي ايه؟ دايما نايلة واقفة بيني وبين لؤي. قالت لها انا لو مكانك هخلص من نايلة نهائي. قالت لها عندك حق. فلك بتقول لها بس الوقت اتأخر خلاص، كان من الأول يا روحي. وبعدين قامت مشيت وهي بتفكر في كلام فلك. فلك بتقول دي بنت مريضة نفسيا مجنونة كمان وتفكيرها مجنون. كيرا راحت عند بيت نايلة، قررت انها تراقب نايلة وتخلص منها علشان المشكلة تتحل. وفعلا وافت تراقب نايلة من بعيد. قالت لو خلصت من نايلة تبقى المشكلة انتهت من جذورها. وبعد كده لما وقفت عند البيت راقبت نايلة وشافت ولادها قد ايه متعلقين بيها وبدأت تفكر. رسا قاعدة مع المحقق بتقوله ان ميرا قررت تخلص من نايلة نهائي. الباب خبط عند نايلة، لما فتحت كانت سمر. المحقق بدأ يفكر يا ترى الضافر بتاع مين؟ المحقق جات له البنت اللي بتحقق معاه وبتقوله هما بعتوا لينا المعلومات غلط، النهاردة المعلومات الحقيقية هتجيلنا والأدلة هتبان، تفتكر هنقدر ناخد إفادتهم؟ قال لها خلاص بعد 48 ساعة نقدر ناخد إفادة البنات كلهم. بدأت تقوله أنا عندي فضول أعرفهم، هما زي ما حكوا عنهم يعني أصواتهم إزاي؟ قال لها ما تشغليش بالك. قالت له فعلا كلها 48 ساعة وتبدأ الحقيقة تبان. ألما بتحكي للدكتورة صديقتها إن هي مش قادرة تتحكم في نفسها ولا حتى عارفة تعمل أي حاجة، مش فاهمة إيه اللي بيحصل لها. حتى الكحة اللي عندي بقيت أكرهها. افتكرت كمان لما كانوا طلبة وبعدين قد إيه كانت هي مجتهدة جدا. اتفاجئت لما كانت بتشوف الدرجات بتاعتهم إن ألما طلعت الأولى على الدفعة، وده خلاها متضايقة جدا وما بتحبش ألما. واتضايقت أكتر كمان لما كانوا بيفتحوا مستشفى جديد واكتشفت إن هي كانت مرشحة إن هي تبقى رئيسة قسم أمراض النساء، لكن طبعا رشحوا ألما لتفوقها وإن هي دكتورة مشهورة. ألما بنت شاطرة وذكية وطموحة، دايما طموحها ده كان بيرشحها للمناصب العالية، ودايما كمان شطارتها كانت بتوفقها. طبعا صديقتها دي كانت علاقتهم بينهم وبين بعض متوترة من غير ما ألما تعرف إن هي بتكرهها، وأكيد كل ده يخليها تكره ألما ويخليها دايما كمان تسعى للانتقام منها. بسبب كرهها ده بقى في هدف مشترك بينها وبين فلك. فلك دورت عليها وعرفت ايه نقطة ضعف ألما، وعارفة ان نقطة ضعف الدكتورة دي هي ألما. بعدين راحت لها وقالت لها انا فلك معوض، عملت عنك ابحاث كتير، اكتشفت ان احنا لينا نقطة ضعف مشتركة مع بعض. قالت لها يعني ايه؟ قالت لها اقصد ان احنا في بينا مصلحة مشتركة. قالت لها ممكن تشرحي لي اكتر؟ قالت لها بدون كلام ألما السيد. طبعا اول ما سمعت اسمها اتفاجئت وفي نفس الوقت كرهها بان عليها. كانت بتمر بحالة صعبة جدا وكانت مش قادرة تتحكم في نفسها. قالت لها سيبك من كل ده يا ألما، ركزي على حلمك، حلم ان انتي تبقي ام، بكرة هتبقي ام وكل ده هتنسيه. قالت لها يلا بينا ميعاد الجرعة التانية. دخلت ألما علشان تاخد الجرعة التانية، كانت سعيدة جدا نفسها تبقى ام، لكن التانية بتجهز للجرعة التانية اللي هتجنن ألما. أخدت الجرعة التانية، جت فلك كانت جايبة ليها دواء علشان يضيع الكحة اللي عندها. قالت لها انتي عندك حد؟ قالت لها لا دي صديقتي من أيام الكلية، اتقابلنا بعد فترة طويلة. وبعدين دخلت بعد ما قالت لها ألما خشي. قالت لها أنا ما شفتكيش هنا قبل كده. قالت لها أنا صديقة ألما من أيام الكلية، اتقابلنا بعد فترة. بعدين فلك قعدت، الدكتورة استأذنت تمشي، شافت الحقنة في إيد ألما، حبت إنها تاخدها منها فلك طبعا، لكن ألما قالت لها لا ما تشغليش بالك، وأخدتها ودخلت المطبخ تعمل قهوة. روحت بيتها عملت لنفسها عصير تحتفل بعد انتصارها على ألما. ألما كانت في عيادتها
وكان عندها مريضة بتعمل فحص علشان مرض سرطان، كانت خايفة على نفسها. طبعا اديتها دعوة للجمعية اللي هي عضوة فيها إن هي تتعالج هناك بالمجان من أمراض السرطان للستات. كانت في بيتها بتلعب مع تالا بنتها الكورة. خالد وصل في الوقت ده وهي بتلعب مع بنتها. خالد كان مبتسم جدا. راحت بنتها تلعب بعيد، بتقول لخالد كل شوية تطلع في حتة، ناقص ان انت تطلع لنا من الحيطان يا خالد. قال لها كالعادة استقبلتيني بطريقتك يا فلك، بس ليه شكلك مختلف النهاردة؟ قالت له ليه يعني؟ قال لها سمعت ان انت هتنفصلي عن كريم، جيت علشان اطمن عليكي. بعدين قالت له عادي يعني. قال لها بس دي مش طبيعتك يا فلك. قالت له حاربت كتير وفي الاخر خسرت، تفتكر كنت هعمل ايه؟ قالت له ده السؤال الاولاني من الزيارة، سؤالك التاني ايه؟ ايه سبب الزيارة يا خالد؟ قال لها حبيت اجي اشوفك. ضحكت فلك ضحكتها المعتادة. قالت له ليه بتحبني مثلا؟ قال لها دايما بنمشي عكس الاتجاه يا فلك. وبعدين دخلت بنتها من الجاردن علشان ما تبردش، وخالد كان قاعد في مكانه. هي وطارق قاعدين مع بعض في بيت طارق. بدأ طارق والقاي بيتكلموا مع بعض ويقول له انا مش عارف نايلة بتعاندني ولا ايه، الولد ده غبي ولا يمكن ان نايلة تبص له، بس انا مش فاهم هي بتعمل كده ليه. قال له انت لو كنت مكاني كنت عملت ايه؟ قال له انا عايزك تبقى زي النمر يا لؤي، تنقض على فريستك بأقرب وقت. يقرر بطريقته انه يتقابل مع جوال بره في كافيه ويبدأ يطلب منها انها تساعده. قال لها انتوا الستات بتحبوا ايه يعني؟ يعني انا علشان اكسب قلب نايلة تاني اعمل لها ايه؟ قالت له تمام، يعني انت عايز نصيحتي؟ قال لها ايوه. قالت له هقولك بس اوعى تقول لحد، يبقى سر بيني وبينك، ولا لو مش عايز بلاش. قال لها لا انا مش هقول لحد، يلا بينا قوليلي اعمل ايه. قالت له اول حاجه يا لؤي بلاش ان انت تبقى غيور كطبع اي راجل يعني، وبلاش نظره التشاؤم اللي في وشك. انتوا الرجاله بالنسبه لنا دايما شايفينكوا زي الاطفال المعقدين اللي ما عندهمش ثقه في نفسهم اصلا. قال لها اشرحي اكتر. قالت له يعني ايه؟ قال لها يعني لازم تنصحيني بطريقه افهمها، قولي الكلام مفهوم يا جوال. قالت له الدرس الاول يا لؤي، اولا لازم تفتخر بيها وبشغلها، تقدر يعني ايه شغلها، تقدر يعني ايه ست معاك بتشتغل وتساعدها وتشجعها كمان. فلك كمان اتكلم على ألمة من بعيد، وطبعا سلمى بتعمل لها سلام من بعيد. صديقتها الدكتورة كانت واقفة معاها وشايفة فلك ومتابعاها. طبعا فلك متابعة الدكتورة معاها. ركبت ألمة عربيتها وهم في الطريق ألمة فضلت تكح. فجأة ظهرت قدامها عربية كانت هتخبط ألمة، لكن وقفت بسرعة ألمة. الدكتورة اللي معاها خافت على نفسها قوي، شربت مية وقالت لها معلش يا ألمة ممكن تنزليني على جنب، أنا نسيت شغل مهم جدا. نزلت لأن هي خايفة على نفسها. بعد ما نزلت جالها اتصال من المستشفى إن هي تمسك رئاسة القسم في المستشفى. طبعا الفرحة ما كانتش سايعاها، فضلت ترقص وهي ماشية في الشارع وتتنطط من الفرحة. بدأ يطبق الدرس الأول بتاع جوان. دخل المطبخ يعمل أكل وولاده متفاجئين جدا. قال لهم انسوا لؤي بتاع زمان، أنا دلوقتي خلاص هقعد في المطبخ على طول. ليا قالت له من امتى يعني بتدخل المطبخ ولا حتى ليك علاقة بيه؟ في الوقت ده نايلة كانت جاية من الشغل بسرعة علشان تحضر الأكل ليهم. فجأة لقت الطاولة عليها الأكل، اتفاجئت وقالت مين اللي جاهز الأكل ده؟ قال لها أنا. قالت له بجد؟ كمان يمدح فيها ويقول لها أنا جهزت الأكل بجد، أنا محتاج إن أنا أسقفلك، أنت قد إيه إنسانة عظيمة وجميلة كمان، عملتي الأكل وشغل كمان ومهتمة بالأولاد، في إيه أكتر من كده؟ فجأة نايلة وقفت في مكان قالت له أنت بتكلمني أنا؟ يعني الكلام ده بجد ولا أنت حاطط كاميرا في مكان؟ أصلا أنا مش متوقعة منك حاجة زي كده، عمرك ما اتكلمت كده أصلا. لسه قاعدة مع لؤي بتقول له حاول إن أنت تهتمي بيها. قال لها بهتم. قالت له مش الاهتمام ده يا لؤي، اهتمام تاني. بدأ يقدم لها الأكل بنفسه
وكمان نايلة متفاجئة من اللي بيعمله هي والولاد. كل اللي بيعمله لؤي غريب عليهم. بدأ يسألها عن شغلها ويقول لها ايه العميل الكبير اللي عندكم مبسوط معاكم بشغلكم؟ قالت له انت عرفت منين؟ قال لها انت حكيتي عنه، وبما انك كنتي مهتمة بيه يبقى اكيد يهمك جدا، علشان كده بسأل. قالت له عملنا خطة شغل وماشيين عليها. بدأت تضحك نايلة بتقول له اصلا انا مش متوقعة ان انا اتكلم انا وانت يا لؤي عن الشغل اصلا. جوال لسه بتشرح للؤي ازاي يكسب قلب نايلة. قالت له اعمل لها محشي، انت عارف ان هي خبيرة في عمل المحشي. اتفاجئ ان نايلة داخلة بعلبة وفيها محشي. وقال لها ايه ده؟ قالت له ده اياد عمله. طبعا اتضايق جدا لؤي، وكان اياد سبقه. لما بيحكي لها عن اياد قالت له طالما هو عمل الشغلانة دي يبقى لازم ان انت تعتذر لاياد. قال لها انت بتقولي ايه؟ ده لا يمكن ابدا، انا لا يمكن ان انا اعتذر له، انا مش قادر اسمع اسمه هروح واعتذر له. هنعمل ايه يا لؤي؟ علشان تكسب قلب نايلة تاني لازم تعتذر له ولازم تيجي على نفسك. طبعا بيفكر في الكلام ده وبدأ يطبق كل القواعد اللي قالتها له جوال. نرجع لروي قاعد في العيادة وبيتكلم عن ألما مع الدكتورة صديقتها اللي فلك كانت بوظت فرحها، وبيقول لها إن الدكتورة ألما بتكتب عنها تعليقات سلبية جدا وتعليقات زيادة عن اللازم كلها وحشة. أنا مش عارف مين اللي بيعمل كده. وصلت ألما صديقتها شافتها بتكح بتقول لها انتي عاملة ايه في الجواز؟ قالت لها انا بخير. انتي بخير يا ألما؟ شكلك مش طبيعي. قالت لها مفيش اي حاجة، تعالي نقعد في المكتب. قالت لها انا من وقت ما شفتك واتقابلنا انتي بخير؟ بتقول لها بخير بس عندي شوية مشاكل. قالت لها انتي كل الكلام اللي بتسمعيه كل ده كلام ملوش لازمة. قالت لها بحاول. بعدين شافت ألما بتكلم الدكتورة اللي كانت معاهم في الكلية، بتقول لها انت على علاقة بيها؟ ايه اللي جابك جنبها تاني؟ دي انسانة مش كويسة. حتى كانت بتحاول مع الدكاترة اللي في الكلية كلهم والأساتذة اللي هناك، لكن آخر سنة عملوا لها مشكلة كبيرة وطلعت ومن يومها عليها. ألما كانت مصدومة من الكلام ده. لو إياد في المكتب فجأة بيوصل لؤي، وبعدين إياد بيقول لها اتصلي بالشرطة يا نايلة. قال لها مفيش داعي لؤي، أنا جيت النهاردة علشان اللي أنا عملته كان المرة اللي فاتت مش صح، وطبعا أنا جيت النهاردة إن أنا أعتذر لك، بس أعمل إيه؟ مقدرتش أمسك أعصابي، أنا بجد بعتذر منك، أنا بحبها علشان كده كنت متسرع ودايما متسرع على طول. نايلة مصدومة من اللي بيحصل. نرجع لألما. جالها محقق قانوني يشوف العيادة ويفتشها لأن جاي في حقها شكاوي كتير. طبعا روي كان لسه بيتكلم، نزلت ألما وعملت مشكلة كبيرة. قالت له انت بتشوف ولا ما بتشوفش؟ انت شايف ان دي عيادة هيتفتش فيها ايه؟ زعق معاه جامد ألما وقالت له زي ما انت شايف انت مش هتفتش حاجة. روي افتح الباب وطلع الناس دي بره، انت مش من حقك انك تفتش العيادة الخاصة بيا. قال لها اهدي شوية يا دكتورة. قالت له ولا كلمة يا روي. وبعدين صديقتها الدكتورة واقفة مذهولة من اللي ألما بتعمله لأن ألما فقدت السيطرة على أعصابها. طلعتهم بره، عايزين تقفلوها لو حابين انكم تقفلوها. طبعا في الوقت ده العيادة اتقفلت بالشمع الأحمر. روي منهار جدا، حتى ألما سابت المكان ومشيت راحت بيتها وهي مكسورة ومنهارة. تفتكروا ايه اللي هيحصل مع ألما؟ هل ألما كده في الأيام الأخيرة من عمرها ولا ايه اللي بيحصل معاها؟ فقدت السيطرة وكده كمان فلك نجحت انها تخليها تفقد شغلها. عايزاكم تقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واللي بتعملوا فلك فيها ليها الحق فيه ولا ملهاش؟ لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب اشتراك في القناة لو مش مشتركين. شكرا ليكم على المتابعة يا أغلى متابعين.